السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتحدث عن أبرز الأخبار المتعلقة بتأهل الفريق الجزائري لكأس العالم. وأنا كما تعرفوا أنا من الجزائر، ومتابع هذا الخبر بزاف. وآخر تطورات راح نكتشفوها في هذا الفيديو. ماذا بكم تدخلونا واحد اللايك وتابونيو في القناة هذه، ونروحو نشوفو آخر خبر خوتي. كما راكم تشوفونا موقع جول يفجر اليوم مفاجأة من العيار الثقيل عندما كشف إمكانية استبعاد المنتخب الكاميروني من كأس العالم 2022، وذلك بسبب الخلاف القضائي بين الاتحاد الكاميروني لكرة القدم وشركة لوكو سبورتيف الفرنسية للألبسة الرياضية. إذا كما راكم تشوفوا كاين أول حاجة كاين خلاف بين الاتحاد الكاميروني وشركة لوكو سبورتيف. كذلك قام رئيس الاتحاد الكاميروني صامويل إيتو بفسح العقد مع الشركة المصنعة. الآن خونا صامويل إيتو واش دار؟ فسخ العقد مع هذه الشركة هذه اللي تنتج الأقمصة تاع كأس العالم تاع الكاميرون. واش دار؟ تعاقد مع شركة جديدة وهي شركة أمريكية اسمها شركة سبورتس، الأمر الذي جعل الشركة الفرنسية تلجأ للقضاء. دوك راح يكون فيها قضاء وما شابه بين الشركة الفرنسية هذه و الاتحاد الكاميروني لكرة القدم. كما استدل موقع جول بتصريحات المحامي الكاميروني الذي يستقر بباريس ويعمل وفق القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون. المحامي الكاميروني راه في باريس قال لك القانون الفرنسي لتأكيد احتمالية استبعاد الكاميرون، يعني هناك احتمال كبير يستبعدوا الكاميرون من كأس العالم. وهناك من قال أنهم يدعون أيضا للحوار وما شابه وحل المسألة بشكل ودي أو أخذ قرار بشأن استمرار الشراكة وما شابه. يعني نخلي لكم هذا المكان، واللي يحب يروح الموقع جول يروح موقع جول. ليزونسيال احنا اللي يهمنا انه اخر خبر هذا ان شاء الله يكون فعل خير على الفريق الجزائري. لما لا، لانه الجميع راه مازال يعني شاك بتأهل الجزائر الى كأس العالم 2022، وانا واحد من الناس اللي مازال راني مأمن بتأهل الفريق تاعنا ان شاء الله. دونك هذا هو خوتي. جوست هضرنا على هذا اخر خبر واخر تحديث فيما يخص النزاع بين الكاميرون والشركة المنتجة للقمصان تاعها اللي هي لو كوك سبورتيف الفرنسية. إن شاء الله تكون فيها الخير وسلام.